تعالي يا ماما، تعالي يا ماما يا حبيبتي. ألف 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 مبروك. مبروك يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا يا ماما. انا مش مصدق ماما، مش مصدق نفسي، مش مصدق مراتي يا حبيبتي. بعد كل السنين دي ما كانش فيه امل، وانا خلفت وابقى اب يا ماما، وانت هتبقي ست الولد او البنت. انا مش مصدق. ألف حمد وشكر لك يا رب. انت بقى يا حبيبة قلبي تقعدي كده وتستريحي وكل حاجة تجيلك لحد عندي. ايوه يا ماما والنبي بلاش تعمل اي حاجة خالص. انت هتوصيها عليا؟ بصي انا هتوصيني عليها؟ هدخل اعمل كده عصير لينا. لا 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 يا ماما ما تعمليش اي حاجة، انت تقعدي كده والعصير يجيلك. بمناسبة العصير بقى، انا نازل اشوف عشان عارف بتحب المانجا، واجيب فراولة وجوافة والحاجات دي كلها، واجيب لك الطلبات اللي انت عايزاها. وانا هعمل الغدا. تعالي يا حبيبة قلبي. ربنا يخليكي يا ألف مبروك. يا سلام، ايه الاخبار؟ ايه يا ابني مالك مش على بعضك ليه؟ ما لازم مش على بعضي. انا اسعد انسان في الدنيا، فرحان فرح. انا بقيت اب يا سلامة، بقيت اب. اسلام انت ايه عقلك خف؟ إيه ده يا انت مش اسلام؟ مصدقني والله العظيم بقيت اب. انا ما كنتش مصدق، انا كمان. اقعد انا افهمك الموضوع. بس ممكن بس تهدى بالله عليك اهدى. احنا لفينا مع بعض فاهدى اهدى ان شاء الله هتبقى اب ان شاء الله، مفيش حاجه بعيده على ربنا. يا ابني افهم، ما انا عارف ان انا وانت لفينا وعملنا تحليلات كتير وما كانش فيه حاجه وما كانش فيه امل، بس ماما يا سلامه ودتني الدكتور شاطر جدا. والله العظيم. اسمه احمد سمير، هو في مدينه نصر. رحت لقيت ناس كتير قوي عنده، والناس خارجه سعيده ومبسوطه. وشفت واحد فعلا بيقول لي مراتي ما كانتش حامل، فجاه مراتي حامل لان الدكتور ده شاطر. والله العظيم يا سلامه افرح لي، انا اسعد انسان في الدنيا. ابا اب، احمدك يا رب واشكرك، احمدك يا رب واشكرك. انا مبسوط قوي يا سلامه. مالك يا سلامه؟ انا مستغرب ازاي يعني؟ انت عملت عمليه يعني ونجحت والحمد لله؟ ايوه الحمد لله، بقول لك دكتور شاطر جدا. انت لسه النجار اللي فوق ده رخم قوي على فكره. ماشي يا اسلام. انت مالك مش فرحان ليه؟ ده انا فرحان جدا والله، ربنا يتم على خير يا طب صاحبي. انا هقابلك على القهوه بالليل. ماشي. خلاص ماشي. عايز حاجه؟ شكرا. الحمد لله يا رب. اللي هو ازاي يعني؟ معلش ده احنا لفينا العالم كله وكله قال مستحيل انه يخلف، وقال اسمه ايه؟ احمد سمير في مدينه نصر. انا لازم اقابل الدكتور ده وافهم هو ازاي بقى بيخلف. كلي يا حبيبة قلبي. ايه كل ده؟ انت هتاكليها كلها، وبعدين انا عامله لك المكرونه البشاميل اللي انت بتحبيها. يسلم لي ايدك. كتير كتير اللي انت بتعمليه ده. مش كتير يا حبيبه قلبي، مش كتير. لا انت هتاكليها كلها. كفايه والنبي يا ماما مش لا ما هو انت لازم تتغذي، عشان مش انت بتاكلي لوحدك، ده انت والبيبي ماشي بياكل من. لا يا عشان حبيبتي خاطري. طب عشان خاطر المعلقه دي. الله يا جمال يا اختي عسله حبيبه قلبي. انا مبسوطه قوي يا روعه، الدنيا مش سايعاني يا حبيبه قلبي. اخيرا فرحنا بعد 6 سنين. الحمد لله الحمد لله، كرم ربنا والله. ده بس ربنا عارفه كريم. انا نفسي قوي انك يكون اول خلفك يا واد تكون بنوته وبتطلع شبهك، واسميها نور زيك. يا روح قلبي. طب وطلع ولد؟ هسميه على اسم اسلام. طبعا. لا هسميه على اسم الحاج الله يرحمه محمد. الله يرحمه. هسميه عشان يبقى محمد اسلام محمد. فيك الخير، اصيله والله. ربنا يخليكوا ليا. كفايه ان انتوا استحملتوا يعني ان انا ما كنتش بخلف السنه اللي مش فاتت. كده، ده انت بنتي. يلا بقى همي يا جمال. يلا. ايوه حبيبي. حبيبه قلبي، انا فرحان قوي، فرحان مش مصدق نفسي. وانا جدا. الحمد لله. ياه، ايه نسيت اجيب العصير والمانجا والحاجات اللي مش انت محتاجه بتحبيها. حاجه. يلا. ما انا من كتر اللهف على الموضوع. بقول لك ايه، انا عايز اتكلم معاكي جوه. في تعالي. حاجه؟ لا ده في حاجات مهمه، بقول لك بيبي تعالي بس. تعالي يا حبيبه قلبي، تعالي في بس الباب. ادينا اهو بيت. قولي لي بقى، احنا نعمل له سرير فين؟ انا بقول ان احنا نعمل له سرير في وشنا، عشان لو عيط انت تروحي له، انا اروح له ونفضل نلعبه. نعم. نعم ايه؟ هو ايه اللي نجيب له؟ ممكن تكون بنت. عادي يعني، عادي روعه، ولد بنت اللي ربنا يجيبه. وعايزين بقى نجيب له ايه؟ لبس. نجيب لها.
هو انت نفسك في بنت يعني ولا ايه؟ مش فاهم. عادي لو ربنا نجيب لها لبس. قول نجيب له او نجيب لها، ما تقولش نجيب له نجيب له نجيب له نجيب له. انا لازم اتاكد من الدكتور ده مره تانية اللي بطنك ده ولد ولا بنت، عشان مش هنقعد نتحير انا وانت. لو مش ولد ايه هتبقى دلوقتي نكر لنعمه ربنا علينا؟ لا والله العظيم يا روعه، ده اللي ربنا يجيبه. الف حمد ده احنا وشكر بقالنا عليه. 6 سنين يا اسلام بنتنشأ بس على ضفر عيل. العظيم مش مصدق. احمدك يا رب واشكرك. المهم بقى قولي لي ايه الطلبات اللي انت عايزاها للولد، قصدي للبنت. ايه بقى؟ طب ما نجيب السرير نعمله نصين، نص يبقى لون للولد ونص يبقى لون للبنت. ماشي، دي فكره كويسه. صح؟ عشان لو ولد ننامه في جزء مثلا اللون اللي احنا انت اخترناه. مصدق نفسك؟ انت بتقول ايه؟ امال اعمل ايه؟ نستنى لحد ما نشوف باذن الله هيكون ولد ولا بنت. طب ماشي، ما احنا لازم نأمن مستقبله من دلوقتي. انا فرحان طاير من الفرح. مش مصدق نفسي. أنا بقول لك لحد- ايه رايك نجيب كراتين بامبرز عشان لو عمل كراتين انت هتبيع ولا انت ناوي ان احنا هجيب لا، لك ما انا عايز بالولده أعمل- زي عايز الارانب؟ اعمل مستقبله فيه ايه. انا مش عالم في اللي جاي يعني. عارف انا لحد دلوقتي كده مش متخيله اصلا فكره ان انا يكون جوايا نونه وان هي اخيرا انا مش مصدق ان ولد كلها كام شهر كده وان انا مش اشوف كده. حته عيل. ولد يقول لي بابا مش مصدق. انا طاير من الفرح. قولي الحمد لله عشان ما نحسدش نفسنا. بقول لك ايه يا روعه، الولد ده مش هيطلع بره البيت. البنت البنت مش هتطلع بره البيت علشان خاطر ممكن تاخد عين. فكرتيني، انا لا. بكره العين. خلاص بقى. بقول لك ايه انا لازم اروح الدكتور دوت عشان عايزه في حاجه مهمه. ما تنسيش بقى زي ما قلت لك. الفرحه نستك وخلتك ان انت تتجنن. ايوه. في يا استاذ، هو انت مش عارف ان ده وقت بريك؟ لا ما انا مش جاي عشان اكشف اصلا. انت دكتور احمد سمير؟ ايوه خير، في حاجه؟ تعالى هنا. بقول لك ايه، انت ايدك جنبك لو سمحت. لا جنبي ايه؟ انت في ما تعرفش مستشفى انا مين. محترم، وبعدين احنا خلاص خلصنا كشوفات، يا ريت بقى يبقى تحجز لبكره. طب بص يا دكتور، انا ايدي طايله وممكن اوديك ورا الشمس. يعني ايه يعني؟ يعني تقصد تيجي ايه؟ معايا دغري كده وتقول لي ايه اللي حصل بالظبط. في حد كشف عندك اسمه اسلام، مراته يبقى مدام روعه، عملوا عمليه، العمليه نجحت وسبحان الله مراته بقت حامل. مع ان يا اخي ده انا سفرته بره ولفينا العالم كله، مفيش ولا دكتور قال ان في احتمال 1 في المليون ان هو يخلف. اقول لك على حاجه، يعني مستحيل يخلف اصلا. على فكره عادي بتحصل معجزات. بقول لك ايه، تعالى معايا سكه وقول لي ايه اللي حصل بالظبط. طب على فكره بقى، انا هحكي لك على اللي حصل، بس قبل ما احكي لك امه برضو كانت عارفه باللي حصل. قول لي. طب ايه انت خلاص اتجننت من كتر الفرحه؟ يا روعه اتجننت عشان بامن مستقبل بنتي او ابني حسب يعني. ماشي يا ماما يعني. عامله ايه؟ ادعي يا رب باذن الله خير. ايه ده؟ ثانيه واحده نشوف الباب. تعالي ايه ده سلام يا صاحبي. تعالى وانت غريب يا ابني. تعالى. ايه ده؟ هو في ايه؟ مفيش مبروك اي حاجه. ايه انا من سلامة ساعه في إيه؟ يا روعه لما قعدت معاه وبقول له كده وفرحان وسعيد وهو مكشر. في ايه يا سلام؟ يا اخي في حد يبارك لعرسان وان هم ما كده بتتحسب على تعالى يا سلامة، تعالوا يا ولاد. سلامة يا ماما، مش غريب. تعالى اقعد، تعالى اقعد يا سلام، وبارك لصاحبك. اقعدي. اخيرا اقعدي جنب ماما. بعد 6 سنين تعب ربنا كرمه ان شاء الله. الحمد لله. وهيخلف. الحمد والشكر ليك يا رب. الحمد ده انا ما لله. بقتش اسيب فرد بسبب اللي حصل لي، لاني لازم هو في التزم. مالك يا سلامة؟ مالك يا سلام؟ في مشكله حصلت تفرح معاك في الشغل معانا؟ يا سلامة؟ ثواني يا حد ماما. زعلك؟ في ايه يا سلام؟ انت اللي مزعلاني يا ام اسلام. ايه ده؟ كنت أنا؟ اتوقع انك تعملي ليه يا كده. ماما؟ ده سلامة طول عمره متربي معانا. بقول لك يا اسلام، انت عارف طبعا ان انا صاحبك. طب انت وأفرح. اخويا كمان. يعني انت تشك ان انا ممكن افرح لك؟ لا طبعا، ده انا استغربت لما انا بلغتك ولقيتك ليك اكشن غريب كده يعني. بس انا عمري ما زعلتك يا حبيبي. زعلتك في ايه؟ ليه يا ماما؟ في ايه؟ سلامة عمل معاكي ايه؟ اللي حصل ما ينفعش بكل الطرق. بقول لك يا اسلام، ايه ده؟ من الاخر انا اسف. هو ايه اللي حصل؟ انا مش اللي فاهم. حصل ان فرحتكم مش هتتم. ليه بس كده؟ ده احنا ما صدقنا. ليه بتقول كده يا ابني؟ لا ده فال وحش. ثواني افهم منه. هو مش انت اللي متفقه برضو مع الدكتور؟ اتفق مع اسلام، الدكتور. اقعد بقى واسمعني. اقعد يا روعه. ثواني يا روعه. من انا الاخر مش فاهم اي حاجه. اللي جاي ده مش ابنك. ايه يا أو حبيبي؟ بنتك. انت اتجننت؟ انت عبيط ولا ايه؟ انت جاي داخل بيتي ان انت تتهمني في شرفي؟ انت إيه اللي اتجننت انت ولا ايه يا بس؟ راجل انت انت؟ برضو ضحيه يا روعه. ثواني. انت كمان ضحيه. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ اسمعني بقى. اسمعني انت. ما قلت لي على اسمعي. الدكتور. استني بقى يا حاجه. بعد كام سنه استحملتهم، في الاخر جاي تقول لي كده؟ وايه اللي يثبت لي ان الكلام ده صح؟ اللي يثبت لك الدكتور اللي انت اديتني عنوانه احمد سمير،
لما رحت وسالته على فكره كل الناس قالت انك مستحيل تخلف، فكان طبيعي ان انا اشك. فرحت للدكتور وهددته واعترف لي بكل حاجه. اقول لك اعترف لي بايه؟ اعترف لي انك فعلا مستحيل تخلف. طب اقول لك ايه حامل ازاي؟ استني بقى عشان اكمل. اقول لك حامل ازاي؟ حامل من راجل تاني. كفايه. هقول لك ايه اللي بيحصل. العمليات اللي بتحصل دي انت طبعا عارف ان بحاني مجهري ومفيش حد رقيب، فاللي بيحصل امور معقده، بس في الاخر برضه مش هيبقى ابنك ولا من صلبك. يعني مين؟ المصيبه بقى مش في كده. انا فكرت دكتور شمال، بس طلع ان امك عارفه ومتفقه معاه، فللاسف الواد ده لازم يسقط لان مش من صلبك. لا لا مش هيسقط. لا يا اعتبروا ان انت اتبنيته. انت يا ماما عملت على الاقل هي هتبقى حامل فيه، عملت كده ليه؟ احسن من ان انت تتبنى. بنا ايه؟ اسلام انا استحاله ان انا انزل البطن. انا ما صدقت ثواني ده في بلاوي سودا. ليه عملت كده؟ امي يعني ده يبقى حرام. امي اللي اغلى حد عندي في حياتي. ثانيه يعني ده يبقى حرام. انا مش عارف حاجه. انا قلت بدل ما نتبنى. انت ما تتكلميش اصلا يا ماما. انا مش عارف الولد ده هيبقى حلال ولا هيبقى حرام. ليه يا ماما تتفق مع دكتور وهو اصلا مش من صلبي؟ ليه يا ماما؟ كان هيجيلك قلب لما تخلف والولد بيجري او البنت حسب ما بيجي. لقيتك بتتعذب انت وهي سيبيني اتعذب. وبتجروا ورا كل الدكاتره، وقالوا الدكتور ده شاطر وبيعمل عمليات كبير، فرحت فقال لي ينفع كذا، قلت له ينفع. انت متخيله انت كده بتخدميني؟ انت كده بتيجي عليا وعلى مراتي وبتيجي على حياتي. ليه يا ماما ليه؟ حرام عليكي كنا راضيين. حرام عليكي، ما عشان على الاقل مفيش حاجه كانت تعشمنا ان هيبقى في حته عيل، لكن لما نعرف ان يبقى في حته عيل ويبقى بس حرام. بس انا مش عارفه اقول لك ايه ولا اعمل ايه دلوقتي. ماما بعد اذنك خدي شنطه هدومك وامشي. بعد اذنك يا ماما، لان عمري ما هثق فيكي بعد كده. ليه يا انا كنت إسلام؟ حاسس ان ممكن تيجي من مراتي، تيجي من اخويا، تيجي من صاحبي. لا تخيلي تيجي منك انت. انا ام بتحب ابنها. انت ما بتحبيش وعايزه حد. تفرح ابنها. لا انت كده جيتي عليا، مش فرحتيني ولا اي حاجه. ماما بعد اذنك نفسي اطلعي بره البيت. أفرحك. انا مش كان قصدي اطلعي على بره حاجة. البيت. اطلعي بره البيت يا ماما لو سمحتي. امشي يا ماما. حاضر. اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه؟ اخليها تسقط الولد اللي هو اصلا مش ابني ولا اخليه؟ بس انا نفسي كلية ولد صغير اشوفه بعيني. كنت هفرح جدا بكلمة بابا. كنت هفرح جدا بكلمة بابا.